السلام عليكم. من بعد ما انتشر واحد الوباء كيحول الناس لزومبي، ولاو اغلب البشر مصابين بهذا الوباء، ولا الزومبي مسيطر على العالم. هنا هاد خونا اللي سميتو اندي هو العائله الصغيره ديالو اللي كتكون من مراته كاي وبنته روزي. ركبوا في واحد اليخت اللي صايبوا اندي، وهكا قدروا نوعا ما يكونوا في امان. ولكن في واحد اليوم في الايام واجهوا واحد المشكل وخرجوا من داك اليخت، واندي ولا الهم الوحيد ديالو هو انه يخلي بنته في امان. فكيفاش خرجوا من اليخت؟ واش اندي غادي يقدر يخلي بنته في امان؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفه في الفيلم ديال اليوم. خليونا نبداو. كيبدا الفيلم ديالنا مع اندي وكاي وبنتهم روزي. كانوا باليخت ديالهم في وسط الواد وغاديين شادين الطريق، وكانوا في امان في داك اليخت. ولكن الماكله اللي كانت عندهم بدات كتسالي، واندي بدا كيقلب على اي حاجه يقدروا ياكلوها. وهما غاديين شادين الطريق شافوا واحد العائله. الاب ديال العائله غير شاف اندي كيشير ليهم وهو يجبد السلاح ديالو، وهددوا به باش ما يقربش ليهم. واندي سد الباب ورجع دخل اليخت. جا الليل واندي بدا كيدي ويجيب في الهضره مع مراته، ومراته قالت ليه بلي خاصهم يحيدوا من الواد باش يقلبوا على شي حاجه اللي يقدروا ياكلوها. ولكن اندي تعصب عليها ورفض انهم يخرجوا من الواد، وقال لها بلي الواد اكثر بلاصه امنه حيت الزومبي ما يقدرش يدخل عندهم. الغد ليه في الصباح اندي شاف واحد اليخت مقلوب، خدا القارب ديالو وتحرك ليه. دخل وبدا كيقلب شنو كاين تمايا، وغيلقى ماكله اللي كثيره. اندي كان غيطير بالفرحه وبدا كيجمع في ديك الماكله، ولكن غير شويه بدا كيسمع في شي صوت. ولكن اندي ما تسوقش ومشى رجع عند مراته كاي وقال لها شنو لقى في اليخت. وكاي فرحات حيت لقاو ما ياكلوا من بعد ما فقدوا الامل. ولكن تقلقات حيت اندي عرض راسو للخطر، وقالت ليه بلي هذه اخر مره دير بحال هكا. واندي قال لها بلي اليخت خاوي وما فيه حتى شي خطر. والغد ليه في الصباح كاي غادي تمشي لليخت وبغات تكتشف شنو فيه، ومشات بلا ما تقولها لاندي. وصلت لليخت وبدات كتقلب فيه، ولكن غير شويه غادي تسمع شي صوت. هنا كاي خافت وبغات تهرب، ولكن قبل ما تخرج واحد الزومبي غادي يجبدها عنده. اندي غادي يسمع بنته كتبكي وغادي يفيق، هزها وبدا كيقلب على مراته، وغادي يلقاها في الحمام مضروبه في رجليها. وهنا غنعرفوا بلي واحد من الزومبي هو اللي عضها. غيحاول يسد ليها الجرح بواحد التوب باش الدم ما ينزفش. من بعدها غيقرر يديها للسبيطار. خرجوا من داك اليخت وهي تبان لهم واحد الطوموبيل كيركبات هي وبنتها، واندي غيجبد السوارد اللي كانوا تحت الطوموبيل. في نفس الوقت كاي بدات كتخرج منها واحد الماده، وهذا الشيء كيدل على انها غتحول لزومبي في اقرب وقت. وهنا شافت واحد من الزومبي قاصدهم وهي تقولها لاندي، واندي غير ركب وهربوا من تمايا. وهما غاديين شادين الطريق كاي تزاد عليها الحال وبدات كتفقد السيطره، وبغات تهبط من الطوموبيل باش ما تاذيش راجلها وبنتها. وطلبات من اندي يوقف الطوموبيل، ونزلات وبدات غادا هاربه. ولكن اندي وقفها وبدا كيواسي فيها حتى قدر يقنعها ترجع للطوموبيل ويمشيو للسبيطار وتحركوا من تمايا. ولكن هما غاديين شادين الطريق خرج لهم واحد الزومبي. اندي غادي يهرب عليه باش ما يقيسوش، ولكن دخل في واحد الشجره وكاي تقاس في كرشها وبدات كتنزف وهي تحول لزومبي. اندي فاق وشاف مراته التحولات، وفي نفس الوقت شاف واحد الرساله مكتوب فيها نقدها. وكاي كتعني انه بغاتو ينقذ بنتهم، وقبل ما ينزل كاي هجمت عليه وعضاته. من بعدها خرج بنته من الطوموبيل وبدا كيعالج في الجرح ديالو باش يربح شويه ديال الوقت وما يتحولش بالزربه. من بعد ما ساله هز بنته فوق ظهره وتحرك من تمايا، وتما غيشوف الزومبي اللي تسبب لهم في هذا الحادث وبغى يقتلوه. ولكن هنا غادي تخرج ليه هاد البنت اللي سميتها طومي وما خلاتوش يقتلوه. وهنا غنعرفوا بلي هاد الزومبي الاب ديالها، وكان داير واحد العود في فمو قبل ما يتحول، وهذا الشيء باش ما يأذي حتى شي واحد. اندي شاف حتايا وما قتلوش ومشى كمل الطريق للسبيطار. جا الليل وغادي يوصل ولقى تما هاد ختنا ودارت ليه اللقاح وقالت ليه بلي عندك شي ايام قليله ومن بعدها غادي تحول، وعطاتو واحد العنوان اللي عايشين فيه الناس في امان. المهم دوز ديك الليله تمايا. والغد ليه في الصباح بغى يمشي بحالو، ولكن هنا طاحت عليه واحد الفكره واقترح على ديك الممرضه باش يخلي عندها بنته. ولكن ختنا غادي ترفض وقالت ليه بلي ما تقدرش. تما خونا دار بنته فوق ظهره ودعها وشد الطريق على رجليه. وهو غادي شاد الطريق غيخرج ليه واحد الزومبي وهجم عليه، ولكن غادي ينقذوا هاد خونا اللي سميتو فيك. وقتل الزومبي فيك كان مرمي في واحد الحفره وحاصل، وطلب من اندي يعاونو. وبالفعل داكشي اللي كان اندي خرجوا من ديك الحفره وتحركوا من تمايا. وفيك خداه معاه للدار، وملي وصلوا مراته اللي سميتها راني غتستقبلهم. من بعدها فيك خدا اندي لواحد البلاصه وعطاه السلاح باش يقتل الزومبي. بداو كيقتلوا فيهم، وملي سالاو معاهم كاملين مشاو لعندهم. واندي لاحظ باللي فيك داير طومي كطعم الزومبي، وكان جايب بزاف ديال الناس حتى هما كانوا كطعم الزومبي. واندي ما عجبوش هاد الشيء وخاف على بنته اللي كانت مع راني غادي تشوف واحد الماده في حوايج روزي، وهي نفس الماده اللي كتكون في الزومبي. وراني عرفات باللي اندي مصاب. جا الليل واندي رجع للدار وبغى يقتل راسو قبل ما يفقد الوعي ويتحول. ولكن قبل ما يقتل راسو غادي توقفوا راني
وبدات كتطلب فيه باش يتراجع على هذا القرار، وقالت ليه بلي راني عارفك مصاب، ولكن قبل ما تموت خاصك تدي بنتك لشي بلاصه امنه. اندي قال لها بلي كنظن انه معاك غادي تكون في امان، ولكن هنا راني غادي تصدموا. وقالت ليه بلي فيك غير خاطفها وماشي مراته، وغير كيستغل فيها. ولكن سوء الحظ ديالهم فيك كان كيتصنت عليهم وضرب اندي غيبو، وملي فاق لقى راسو في القفص كطعم الزومبي، وكان مربوط بواحد السلسله. وملي تلفت غير لقى حداه تومي، وكانوا مربوطين بنفس السلسله. بدا كيحاول يخرج ولكن بدون اي نتيجه. وهنا تومي اقترحت عليه واحد الفكره وغاديين يطبقوها، واللي هي انهم حطوا بعض الاعضاء ديال البشر وربطوهم مع القفص ولاحوهم بعيد، والزومبي بداو كيتخاطفوا على الاعضاء. وفي نفس الوقت الباب ديال القفص بدا كيتفتح، وهكا قدروا يخرجوا بجوج بيهم. تما مشاو عند رانيا للدار وفيقوها وخداوها معاهم حتى بنت غروزي وهزوا السوارت. ولكن هما غاديين هاربين فيك عاقبيهم وجبد السلاح ديالو وتيرا عليهم، والقرطاسه غادي تجي فراني. واندي وطومي كملوا الهروب ديالهم، وفي طريقهم غاديين يفتحوا على الاشخاص اللي كان خاطفهم فيك. من بعدها تحركوا من تمايا وغاديين يوقفوا في واحد البلاصه. ولكن غير شويه طومي لاحظات بانه اندي كيتصرف بحال الزومبي، وعرفاتو باللي مصاب وقريبا غادي يتحول. الغد ليه في الصباح بداو كيقلبوا على شي بلاصه امنه يبقاو فيها، ولكن اندي تزاد عليه الحال وجلس يرتاح شويه، وشاف بلي طومي هزا بنتو وطلب منها باش تعتني بها ملي يتحول. وطومي غادي توافق، واقترحت عليه يمشيو للقبيله ديالهم، وقالت ليه بلي القبيله ديالنا فيها شويه ديال الامان، واندي غادي يوافق. هنا طومي بدات واحد المنتج ودارتو لروزي واندي باش الزومبي ما يشمش الريحه ديالهم، وبالفعل داكشي اللي كان. وهما غاديين شادين الطريق، الزومبي داز من حداهم وما دار حتى شي ردة فعل. ولكن اندي حتى هو بدا كيتشهى انه ياكل اللحم ديال البشر، ولكن قدر يسيطر على راسو. وصلوا لواحد النفق ديال السكه الحديديه، وتما بان لهم فيك، ولحسن الحظ ديالهم تخباو قبل ما يشوفهم. ولكن روزي بدات كتبكي، وفيك سمعهم وجا عندهم. اندي تيرا فيه، وحتى فيك بداورو غيتيري فيه وغادي يقتلوا اندي. وكملوا طريقهم، واندي بدا كيفقد الوعي وغيودع بنته هي وطومي، وبدا كيتحول لزومبي وغادي يديرهم فوق ظهره. وطومي دارت بعض الاعضاء ديال البشر قدامهم، واندي بدا تابعهم وبقاو على داك الحال حتى وصلوا للقبيله ديال طومي. والام ديال طومي مع شافت بنتها مشات كتجري عندها، والزعيم ديال القبيله غادي يقتل اندي من بعد ما دار المستحيل باش يوصل بنته لبلاصه امنه. وطومي وفات بالوعد ديالها وخدا روزي تعيش معاهم. وحتى لهنا غادي يكون سير الفيلم ديال اليوم. تهلاو.